السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معانا الشعر ده، الشعر الافريقي، الكسره الضيقه، المتشابك جدا جدا. الشعر زي ما انتم شايفين قدامكم، مش محتاجه ان انا احكي ولا اوصفه. هنشوف عملنا ايه في الشعر ده. الشعر ده انا حطيت ماده هانس الكافيار، اللي هي البيضه مش الزرقاء. هو هانس الكافيار فيه ابيض وفيه ازرق. انا حطيت الماده البيضه. حطيت مثلا قيمه، مثلا نقول لو فرضناها بالعاميه كده، هنقول مثلا ان احنا حطينا 120 جرام بروتين، وحطينا 30 ترميم، وحطينا من الأمبولات 5 نقط من أمبولات السيراميد اللي هي الخلايا الجذعية، وحطينا عقلة بيور كولاجين. طبعا أنا ما صورتش الخلطة، نسيت جدا أصورها. وابتدينا توزيع المادة. طبعا غسلنا الشعر كويس جدا 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 بكلارافاينج قبل ما نبتدي نحط المادة. ايه هو الكلارافاينج ده يا مدام نوسة؟ ده بيبقى شامبو مخصص لجلسة البروتين. بينظف الشعر جدا، بيفتح المسام، بيخليها تتقبل المادة معاكي. تمام. غسلنا الشعر مرة واتنين وتلاتة. الشعر ده طبعا يا بنات كان داخل على شعر خشابي، كان متخبل جدا. انا حاولت ان انا اسلك الشعر بايدي وكده، حتى وانا بوزع المادة كان بينزل منها شعر كتير مكان ما انا مسلكة الشعرايه، لان انا بقيت اسلك دلوقتي حتى وانا بحط المادة. بقيت اسلك الشعرايه بالمادة كده كدهان، وبقيت اسلك الشعرايه وبحط مادة كتير. يعني انتوا لو تلاحظوا انا هنا النهاردة بقيت احط مادة كتير جدا. يعني مش ده التوزيع بتاعي في العادي، ما بحطش مادة كتيرة كده، لكن مع الشعر ده بقيت احط ماده كتير عشان اسلك بيه الشعر. تمام. معلش انت يعني يمكن تهدري ماده شويه في الشعر ده، بس علشان ما تسيبيش اي خصله تكون ماسكه في بعضها او ما يوصلهاش ماده عشان لما تيجي تكبسي. طبعا احنا جهزنا الشعر كويس جدا جدا بالكلارافاين، غسلنا مرتين تلاتة اربعة، والشعر برضو باهت وتحسيه فاقد الاهليه خالص. تجهيز الشعر يا بنات اهم خطوه في البروتين. تجهيز الشعر اهم خطوه في جلسه البروتين، ان انت تغسلي الشعر مره واتنين وتلاته واربعه. طبعا العميله يفضل ان هي ما تكونش بتستخدم زيوت قبلها باسبوعين لو انت بتشتغل بالحجز وكده، لان اكتر البنات اسئله ليه الشعر معانا باظ يا مدام نوسه بعد ما خلصنا غسلنا لقينا فيه كسرات. لقيت فيه كسرات لان الشعر ده معبي زيوت. انت سمعتي من العميله ان هي غسلت شعرها، فقلت خلاص هشتغل. ده انا واثقه في كلامها، وهي غسلت شعرها. انت لو انت خدتي العميله على الحوض وابتديتي ان انت تغسلي شعر العميله بايدك، هتلاقي الشعر لو هو نضيف فعلا، هتلاقي اول ما تحطي الشامبو بتاع الكلارافاينج اللي هو بتاع التجهيز، هتلاقي الشعر معاكي بيرغي على طول. لكن لو العميله ما كانتش غاسله زي ما هي قالت، هتبص تلاقي اول غسله ما فيش رغوه، تاني غسله هتلاقي الرغوه زادت شويه، تالت غسله تلاقي بقى الرغوه ايه، عملت فوم كبير. شايفين التسليك هنا يا بنات؟ معلش هقطع الكلام. انا بسلك الخصله تماما، ما ينفعش خصله زي دي ما تسلكهاش. نرجع لكلامنا اللي هو غسيل الشعر. لما تلاقي بقى الشعر عمل معاكي رغوه كتيره جدا، تضغطي على المكان اللي ورا الودان، تضغطي على مكان الرابطه اللي هو بيبقى في النص ورا الرقبه على طول وفوق شويه، تنضفي الشعر تماما، تتاكدي ان الشعر تماما نضيف معاكي عشان يستقبل معاكي الماده كويس. انا هنا كنت خلصت توزيع الماده اهو، بحطه قدام عادي. الماده على فكره ما فيهاش ضرر خالص، بس انا بحب ابعد عن الفروه يعني. سبت على الشعر ده الماده ساعه ونص. انا هنا كنت شطفت بالفعل والتصوير ما كانش شغال، فحبيت ان انا اوريكم تاني وانا بشطف الماده اهي. كنت انا نزلتها مش شعر فعلا، يعني الماده نازله، الميه نازله رايقه خالص اهي، معكره تعكيره بسيطه قدامكم اهو. انا والله نسيت، يعني كنت فاكره ان الكاميرا بتصور وما صورتش. نيجي بقى هنا للتنشيف. بننشف هنا باستشوار هوا سخن، بس ما بنقربش الايه الاستشوار للشعريه قوي عشان الماده ما تتبخرش. في ناس بتعمل استشوار قبل المكوى، انا ما حاولتش اجرب. انا يعني التكنيك شغل كده والحمد لله مبسوطه فيه وتمام. انا شايفه ان هو كده كويس. في ناس بقى بتعمل استشوار وتفرد الشعر تماما، لا انا ما بعملش كده. الشعريه هنا على العلم ان انا شطفتها 3/4 شطفه، بس البخار طالع كتير جدا. ليه بقى يا بنات؟ عشان لو تلاحظوا في الاول في التوزيع كنت انا مزوده جدا الماده علشان اخلي الشعريه معايا تتسلك، فهنا يمكن البخار زياده شويه. هنركز بقى في الكبس يا بنات. انا الشعريه بتبدا معايا تغير لون، انا عشان طبعا انا عارفه طبعا، يعني انا عارفه ان انا حاطه ماده كتير، فبالتالي لما شطفت نزل ماده برضو كتير ولسه في ماده كتير. فهنا مش هنمشي على الدخان، الشعريه لونها بيتغير على طول اهو. بس ما الشعريه برضو انا مش عايزاها منك لونها يروح للاخضر،
ليه؟ لو الماده زرقاء تمام انا معاكي، ممكن الماده الزرقاء تخلي الشعرايه تخضر شويه، لكن الماده بيضه لا، بتخلي الشعرايه معاكي بتبان تغيير لون عن اللي فوق، بس ما بتروحش للون الاخضر. والشعرايه دي بالذات يا بنات، لو المتخصصات اللي بيشتغلوا هيلاقوا نفسهم لما يجوا يشتغلوا في الشعرايه دي تلاقوها بتخضر معاكوا على طول. لكن هنا عشان انا حاطه ترميم وامبولات ومش حاطه الماده لوحدها، فتبص تلاقي الشعرايه معاكي بتدي لمعه وتفك من بعضها وتبقى فلافي، وفي نفس الوقت ما تروحش للاخضر. انا ما بكبسش كتير. ليه؟ لان معليه درجه الحراره. في ناس بتوطي المكوى وبتكبس كتير، وانا كنت بستخدم التكنيك ده زمان، يعني وان انا اوطي المكوى وان انا يعني ممكن ادي كبسات زياده او ارفع الخصله. لا، انا بقيت دلوقتي بعلي المكوى عادي على درجه، بس ما باخدش كبسات كتير. اللي هو انا باخد اول كبسه تشميعه، وبعدين بمشي بالراحه شويه، بلاقي الخصله معايا اتغيرت لون، خلاص بسيبها. انتوا هوريكم اللمعه دلوقتي اللي في الشعرايه، وهوريكم شكلها عامل ازاي. انا ما طولتش هنا في الكبس، انا يمكن طولت في التوزيع الاول عشان اوريكم نتيجه الشعر. الكبس لازم تكون المكوى تكون درجة حرارة مناسبة للبروتين. في ناس تخاف تعلي درجة الحرارة فيحصل خلل، او الشعرية تتقطم منها او ينزل او ما هو انت برضو لو وطيت درجة الحرارة الشعرية معاك هتطلع فيها كسر، واحنا مش عايزين كده. اهي لمعة الشعرية اهي، تحس ان الشعرية طبيعية زي اللي فوق بالظبط، هي فاتحة درجة بالظبط. انا خدت يعني حاولت ان انا اخلي الشعرية تفتح معايا درجة بالظبط في الشعر ده، مش عايزاها تفتح اكتر من كده. هنا كنت خلصت كبس المادة. انا دايما بعمل الحركة دي، بأكد على الشعراية الاطراف، علشان احيانا الواحدة مثلا بتنزل بتلاقي الاطراف خفيفة، فبتنزل عليها بالمكوى فبتهدي ايديها، يعني بتفتح المكوى كده في الاخر في الاطراف. فانا بتأكد بقى عليها هنا ايه، عشوائي كده مع بعضه، علشان ايه؟ اتأكد ان الشعر كله اتفرق. لو تبصي للمشط بتاعي، انا ما غيرتش المشط خالص خالص والله العظيم، ولا طلعت منه شعر. المشط ما فيهوش شعر زي ما انتم شايفين كده يا بنات، من غير اي حاجه. اهو المشط في ايدي اهو، ما سلكتش، ممكن تلاقي فيه شعرتين ثلاثه بس مش اكتر من خلال الشغل. اهو دي نتيجه الشعر بعد ما خلصنا الكبس. لو ركزنا هنا في اللون، انا حطيت لكم قبل اهو، هتلاقي اللون معاكي فرق بسيط جدا بين بعد الكبس وبين الشعر الاساسي. اللمعه دي لمعه الشغل، لمعه الماده. انا طبعا غسلت الشعر على الحوض وجبتها هنا اهو علشان ننشف الشعر بقى. الشعر مش المفروض ان هو يتسرح كده في العادي، مش المفروض ان العميله في البيت تسرح شعرها وهو مبلول، لكن احنا طبعا عشان جلسه وهننشف وكده فبنسرح الشعر عادي، ويكون المشط واسع وكده فما تقلقوش يعني. تمام. التنشيف هنا يا بنات بيكون باستشوار هواء بارد، باستشوار هواء بارد. ممنوع تنشفي باستشوار هواء سخن في الاخر، لان ده بيخلي الشعرايه مخشبه معاكي، وبيبان تقصيفه الشعرايه جدا. يعني في العاده ممكن تلاقي الشعرايه اصلا طالعه معاكي زي الفل، وتبص تلاقيها في التصوير ان في تقصيفه باينه في الشعرايه، فده بتبقى انت مستعجله فبتنشفي في هواء سخن. لا، نشفي بهواء بارد عادي، ده مش هيبان معاكي خالص التقصيفه في الشعرايه، وهتطلع الشعرايه بترتيبها اللي انت عايزاه اصلا يطلع فيه. تعليمات مهمة تقولي للعميلة: ما تسرحش شعرها وهو مبلول، ما تنامش بيه مبلول، ما تربطوش لمدة 10 ايام لحد ما يتغسل كويس، ينزل المادة منه كويس. تنشف شعرها بعد كل حموم، تستخدم مجموعة عناية، شامبو، بلسم، سيرم، وحمام كريم عشان تزود ترطيب الشعراية. تحاول على طول ترطب الشعراية عشان ما يحصلش لا قدر الله تقطيم. المية البسين، المكوى تقلل منها خالص، ممكن مرة في الشهر. تعليمات مهمة جدا جدا يا بنات: الشامبو تغسل بيه مرتين في الأسبوع، البلسم وحمام الكريم، البلسم ممكن مرتين بعد الشامبو، حمام الكريم مرة كل أسبوع، السيرم دهن يومي. دي نتيجة الشعر يا بنات. أنا مش عايزة أقول لكم قد إيه هي فرحانة، ده بعد الغسيل النهائي. الشعر زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك، الشعر بيلمع، شعر صحي، الشعر مش مند، مش مقلحف كده، مش واقف. نتيجة كويسة جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا بنات. بحبكم جدا جدا في الله. اللي عندها اي سؤال تسأل في الكومنتات، وانا ان شاء الله هرد على اسئلتكم. بحبكم جدا جدا جدا.